يا ابو طلال اشتي بياسي الان اشتي بياسي، ما اشتيش اي اعدار ما اشتياش، اشتي بياسي اشتي بياسي اشتي بياسي الان اشتي بياسي الان اشتي بياسي بنتفاهم يا اشتي الان انا شايف بياسي شايف البضاعه دي والله لا فتح بك والله لا فتح بك بنتفاهم والله فتح اشتي بياسي الان بياسي الان اشتي بياسي هات لي اياه هات لي بياسي هات لي بياسي هات لي بياسي اجدا كم سرقاك دي؟ كم سرقاك؟ كم سرقاك يا ابو طلال؟ كم سرقاك؟ ما عليك بكره بعوضك الباقي بيجي واحد، خلي بيني وبينك احترام ولا تفش موضوع البضاعه واصل يا كوبرا. وبكره برضه بيجي واحد من مكلك كتبت عليه قلت له معي شركه توظيف لي حضور اشترك تسرقه بكره تمام؟ انا كيف بعرف؟ الصوره مع عباس رسلت له بكره انت وهو تصرفوا تمام؟ ابو عمران ايش معك عدن نزلت؟ جيت على اتصال من شركة عطورات إن شاء الله نشتغل داخل عدن. شركة حلوة يعني؟ أيوة سلوبي قالوا لي انزل لعدن عاد نحن ما وصلنا ولا وين قد نحن؟ قد قريب من عدن يعني دخلنا عدن ونوصل بس المكان نفسه. الحين نحن وين؟ دولة السفينة. آخر موقف لنا. آخر موقف نوصل الآن. خلاص تمام بدنا نغسل. الحمد لله على السلامة قد وصلنا عدن. وين بقول لك مكان باصات للسوق؟ السوق هنا بتمشي خط الشيخ. اطلع باص من فين هنا؟ بطلع باص من الخط الثاني. تمام مشكور ما قصرت. يا صاحب بقعدة بحط شنطتي عندك بروح ساعة السوق وبرجع. شكرا. عفوا يا اخي. عادي ما عليك، امورك طيبه. سامحنا اخوي. عادي ما عليك، امورك طيبه. شنطتي وين راحت؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف حالك يا صاحب المحل؟ لا. يا اخي بسألك سؤال، ممكن؟ سرقت الشنطة علي قبل شوية وانا انسان غريب، لو عندك كاميرات مراقبة تقدر تفيد ان نعرف الحرامي. ايوه في عندنا كده. طيب بغينا نسخة عشان نكشف اللي شال الشنطة لاني ما اعرف وانا انسان غريب. تمام ولا يهمك. براجع لك. الرقم الذي تتصلون به لا يجيب في الوقت الحالي. يرجى محاولة الاتصال لاحقا. The customer you have called does not answer. Please try your call again later. المعذرة يا عبود، والله الجوال ما كان جنبي. أمرنا إيش تحتاج؟ وصلت عدن ولا لسه؟ ايوه ابو علي وصلت عدن، بس نتصل بالرجال صاحب الشغل ما يرد. سمعت إنك تخلي الأمور طيبة، لا تصعب الأمور الرجال يمكن تشلوا نوم. تفعل بالخير أنت. ان شاء الله يكون خير، بس ما نعرف حد هنا. لا تشيل هم، شي ولا شي بقى علي. يلا على خير. خليها على الله، سرقوا شنطتي والفلوس حقي، ان شاء الله خير. قلبي في محلات عباس الكترونيات. انا مش من هذا المكان، سأل حد ثاني. ابو حضرم. ايوه ابو حضرم. ايش فيك؟ خير مالك؟ زين خير ايش فيك؟ ولا شيء، بس خليها بالسهاله. جيت المكان ده نتصل على صاحب الشركه صاحب الشغل، من يوم ما وصلت عدن وانا غريب ما يرد على الجوال حقي. مالك متضايق؟ خليها على الله. تعال 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 نتفاهم. تعال. ابو حضرم ممكن تكون لك هذه فرصه جديده. كيف ما فهمت يعني؟ معي لك مشروع، يعني حاب انك تشتغل ما شاء الله، تبقى انسان ما شاء الله تمام محترم، من شخصيتك انسان ما شاء الله تشتغل. يعني هو مشروع معي مواد اداء وذا، فهمت؟ تقدر تشتغل هذا المشروع. والله يا اخوي الواحد الشكوى لغير الله اول شيء مدله، وانا انسان غريب في هذا المكان. حضرمي تعرف كيف، لكن ان شاء الله بقى خير. انا بسبر لك امورك لا تقلق، امور طيبه يعني. والله بصراحه قليل من امثالك. اسمك؟ اسمي ابو طلال لا تقلق. صح، افتكرت اني جت لي رساله من صاحب الحمام. شوفها جاب لي السارق هذا، تعرفه؟ ركز في الفيديو، شوف هذا سارق، هذا سارق، هذا السارق. كيف؟ لا ما اعرفوش ما اعرفوش. هذا هو المخزن الاول. الله لعن البضاعه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا اخي ليش ما تروح تصل غير لي الزيت؟ انا السيس راح اطلب الله لي منتظر انا نص ساعه. ابشر يا عمر ولا يهمك، ابشر. عامر باقي ما غير تزيد، ما تشوف له السيارة. بنشوف له بس ما قبله يقول لك السيارة اليومين قد ايش كيف؟ الآن بنخرجه نص ساعة وقاعد الآن دقائق، ما يهمك. انا الان الساعه 10 واشتي اروح اطلب الله على الرجال البواب. يشوفون يطلب الله، الرجال معدد الله. خلاص يا حاج ارتاح ارتاح، أمورك صبرة. الآن
نص ساعة وأنت جاهز. يا درويش درويش يا درويش. ايه يا خال ما حد قال لك صباح؟ ايش في؟ خارجني من السيارة هذا. ما انا يا سيارة حبيبي خارج. ما انا سيارة. طب حانا شفنا اليوم فضل بالله عليك. الناس زيت خلاص. وهذا مش شغلك. أفدى قلبك أفدى عمرك. تمام تمام خلاص روح لك. وين رايح؟ ما أخذت البانة. يا الله يا خال. خذ البانة. والله خال. غلط يا ناس يصحوني وانا نايم، يقولوا لي تعال اسمع وكيف اسمع وانا نايم. غلط يا ناس يصحوني وانا نايم، يقولوا لي تعال اسمع وكيف اسمع وانا نايم. هلا بعيوني أنت العسل أنا النحل، أدور على زهرة زيك حلوة. تخيلي لو كنتي وردة أحبك يا ليلى. ليلى لو باقي ليلى أسهر وبيها الليلة في ليلة عمري. يا الله يا الله باقي نحب أحب ليلى. أحبك يا ليلى أحبك. وش الشغل ده؟ يا ليلى لو باقي ليلى أسهر أبيها ليلى. عجبك يا رومانسي عجبك يا رومانسي. ده أنت وجهك مزود. ضحك يا عاصة ضحك. مالك يا خال؟ دم. ايش فيك؟ ما في حاجة. يا دكتور كيف حالك خال؟ هل في تحسن؟ والله يا عزيزي الخال عنده تسمم غذائي ومحتاج للعناية. حاليا حالته تعتبر مستقرة. تسبب له بالتسمم الغذائي انه اكل اشياء مش كويسة، قد تكون معلبات او قد تكون اكلات من الشارع. لازم تنتبهوا له يوقف السيجارة، ونحن بنحاول نفعل اللي علينا بحالة انه يتحسن وان شاء الله يقوم على خير. هو في خطر في حياته طيب؟ لا حاليا ما يعتبرش في خطر لان حالته مستقرة. ان شاء الله. شكرا دكتور. عفوا. السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا سيد؟ الحمد لله. يا اخي حصلت لي سرقه هنا في المكان ده الصباح. وين؟ عندي في المكان ده في الحواري حقكم. أيوه. بس رحت لصاحب محل الحمام رسل لي مقطع فيديو، قد كنت تعرفه ايش يبارك اياه. كيف؟ هذا هو شوفوا. هذا معروف ايوه شكليا بس اعرفه. بالله؟ شكليا بس انا اعرفه يا اخي. يمكن هشام صاحبي بيفيدك بهذا الشيء. كيف؟ تمام. لك لعنده. حلو انا بغيته في الشام. خلاص تمام مشي. يا عبود ده هو هشام اللي كلمتك عليه. هشام معي لك مقطع ابغاك تعرف لي الشخص هذا مين بس. هات جوالك. شوف المقطع عندي. ايوه عرفت. عرفته؟ من هو ده؟ هذا كوبرا سارق ويشتغل مع ابو ثلاث. مين ابو طلال اللي انا اشتغل معه؟ نعم. مش معقول، يعني كذب علي انا ولا كيف؟ ما دام كوبرا اللي سرقك نفس الشخص اللي انت تشتغل معه استهدفك. كيف يعني ما افتهمني؟ يا اخي ده بسكوت منتهي تقول على الناس منتهي. اقول لك جديد تاني. يا اخي منتهي رجع لي بياسي مشيوش.
أبو طلال يستغل الفرصة ويشغل العمال ومعك أنت في الأشياء هذه. بس مستوعب إن أنا نشتغل مع أبو طلال وآخر شيء اشتغلت في الغش التجاري. أنا لازم أبلغ. عبود، محاربة الغش التجاري مش للدولة والقانون. الغش التجاري هو خيانة للشعب، ولازم المواطن يحارب. كيف أحارب وأنا ضايع في المكان ده؟ أبو طلال حفر حفرة لنفسه، لكن لا تخاف، هو حيطيح فيه. ايوه وينكم؟ خلوا البضاعة أنا باجي لكم. تمام؟ جاي لكم الآن، خليكم البضاعة. يلا وصل. فرج. ايش المفتاح ده؟ ليه مفتاح بتاع اي بيت؟ ايوه. خليك سريع. هذه بضاعة رمضان. ايوه هذه سليمان مغشوش ناوي انا اليوم ادوقه بنفس الكاس اللي دوقه الناس. هذا مجرم. هتكفي الباب. مداري القش التجاري مستوطن العالم، ما زلنا في وضع مستهلك تجاري. طيب قل لي كيف نداري؟ تاجر قشاش يتكلم بالفلوس، قش كل صناعة نقوش. فوق كده حنا في كده سيد الناس تتألم بسبب بضايع منتهيات نقوش. كل الأمل فينا ضايع بسبب بضايع منتهية. شوفنا أمراض ما شوفنا العافية، ما شوفناها بس نشوف قش ونقوش سرقة ومافيا. ما شوفناها بس نشوف سرقة ومافيا. ما شوفنا عايشين وسط الناس اللي ما ترحم بين سرقة ونهب. نجوش رفع أسعار بضياع منتهية وقش ونهب. طب ليه كده بس بضياع منتهية وقش ونهب. عايشين وسط الناس اللي ما ترحم بين سرقة ونهب. نجوش رفع أسعار بضياع منتهية وقش ونهب. طب ليه كده بس بضيع منتهية وقش ونهب. ضيق في الدنيا دي، كم واحد مثلي بيعاني شي ضيق خلاني عاني واجلس لحالي وانا ماني حي. ضيق كتبت امل، كم شخص نجوشي شال الحمل. غش ونهب شعب وبلد ما في شي بايدي، ويش العمل؟ بيدك تغير كل شي، بيدك تقلب وتمشي، وبيدك تمسك ده السارق. ده النجوش نظامه ما يمشي، اتلف لي عكسي نحسب بالكل شي. نمشي وما تمشي والدنيا عكسي. عايشين وسط الناس اللي ما ترحم بين سرقة ونهب. نجوش رفع أسعار بضياع منتهية وقش ونهب. طب ليه كده بس بضياع منتهية وقش ونهب. عايشين وسط الناس اللي ما ترحم بين سرقة ونهب. نجوش رفع أسعار بضياع منتهية وقش ونهب. طب ليه كده بس بضياع منتهية وقش ونهب.